السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كالعادة معكم نضال نجم مدونة محترف والشرح. الكثير من الناس يعتقد أنك بمجرد حذف صورة من حاسوبك أو من هاتفك الذكي فإنه قد تم فعلا حذفها. العملية لا تتم بتلك الطريقة، وإنما تتم كالآتي: مثلا القرص الصلب يحتوي على بلوك إلى غير ذلك، يتم فيها تخزين البيانات، وكل بلوك له رقمه وله الفلاج العلم الخاص به. مثلا أنت قمت بتخزين بيانات صورك، وتم تخزين تلك البيانات هنا. على سبيل المثال في هذا البلوك تخزين بيانات صورة، تخزين بيانات صورة، تخزين بيانات صورة إلى غير ذلك، ثم قمت بحذف تلك الصورة، فإنه لا يتم حذف تلك البيانات، وإنما يتم تعيين ذلك البلوك مثلا عن طريق فلاج أنه قادر على تخزين بيانات جديدة. عندما تقوم بحفظ وبتنزيل بيانات جديدة فإنه يتم حفظها في ذلك البلوك، بالتالي يتم عمل صح تعبير محو لتلك البيانات. حينها فقط يتم محو لبيانات صورك القادمة. المشكل أن عملية التسلسل، يعني عملية تخزين البيانات، تتم عن طريق تسلسل. يمكن مثلا أنك قمت بحذف تلك الصورة ثم قررت تخزين بيانات جديدة، لكن البيانات الجديدة تم تخزينها مثلا في بلوك آخر، يعني بلوك غير البلوك الذي قمت بالتخزين فيه الأول. بالتالي عن طريق استعمال برامج وتطبيقات خاصة يستطيع أي شخص استعادة هذه الصورة وهذه الصورة، استعادة هذه البيانات. يعني فقط أقول صورة حتى أوضح أكثر العملية. يستطيع استعادة البيانات الموجودة هنا. ما هي الطريقة، أفضل طريقة للتخلص؟ قلت لكم أنه في إعادة التخزين حينها يتم المحو. لذلك أفضل طريقة هي بإعادة تخزين البيانات. مثلا تخزن بيانات جديدة عشوائيا، يعني يتم تخزين بيانات عشوائيا، بيانات عشوائيا. بالتالي عندما يقوم شخص ما يريد شخص ما استعادة تلك الصورة أو تلك البيانات القديمة لن يستطيع ذلك، لأنه توجد بيانات جديدة. يعني عشوائية، حتى لو قام باستعادتها فإنه لن يجد أي شيء. كيف سنقوم بذلك؟ سنقوم بذلك عن طريق، يعني سأشرح لكم عن طريق الهاتف الذكي. فقط تفتح هاتفك الذكي ثم تذهب إلى متجر الجوجل بلاي وتكتب سيكيور وايب، تضغط بحث. أول تطبيق، هذا هو التطبيق، تفتحه، لا يحتاج إلى روت، تضغط على انستال ثم تضغط على اكسبت. ما الذي يقوم بفعله هذا التطبيق؟ هذا التطبيق يبحث عن البلوك الفارغ، يعني عن البيانات أو أماكن، صح تعبير، أماكن التخزين الفارغة الموجودة على هاتفك، جميع أماكن التخزين الفارغة، ويقوم بإعادة ملئها ببيانات عشوائية، بيانات عشوائية. لذلك من الأفضل قبل أن تبدأ في استعمال التطبيق، يعني متى تستعمل هذا التطبيق؟ تستعمل هذا التطبيق حينما تريد التخلص تماما. مثلا قمت بتملك مجموعة من الصور والفيديوهات والبيانات الهامة، حذفتها، ثم بعد ذلك تستعمل هذا التطبيق الذي سيقوم بملء البيانات العشوائية، ملء بيانات عشوائية حتى يتم استعادة البيانات القديمة. بعد تنصيبه كما سبق قلت لا يحتاج إلى الروت، تضغط على اوبن، ثم لاحظ معي البلوكس الفري إلى غير ذلك. كما قلت سيقوم بملء جميع البيانات أو أماكن التخزين الفارغة. في حالة كنت تملك ميموري في حالة كنت تملك من هنا SD كارد ستجدها مفعلة تلقائيا. المهم بعد تفعيل تضغط على ستارت وايبنج، ثم نضغط على ستارت وايبنج وتتركه، لا تقوم بفعل أي شيء. ومن الأفضل عدم استعمال الهاتف أثناء هذه العملية. كذلك ستواجه لك رسائل، يمكن تنبثق لك رسائل تعلمك بأن هاتفك الذكي، مساحة التخزين في هاتفك الذكي أصبحت ضئيلة جدا، لا تنتبه إليها ولا تفعل أي شيء، فقط اترك هذا التطبيق يعمل لنفسه. بعد الانتهاء من العملية من الأفضل أن تكررها مرتين أو ثلاثة، من الأفضل لحماية أفضل وأكثر. هذا بالنسبة للهاتف الذكي. بما أننا في موضوع الحذف الآمن إن صح التعبير، بالنسبة للحاسوب تستطيع استعمال برنامج سيكلينر، يعني برنامج معروف مجاني، سأضع لكم جميع الروابط مع التدوينة. بالنسبة لبرنامج سيكلينر فقط تذهب إلى تولز، لاحظ معي هذه هي الرسالة التي أتحدث عنها، فقط تتركها لا تفعل أي شيء وسيبقى البرنامج يعمل أو التطبيق يعمل لنفسه. المهم في حالة أردت تطبيق العملية على قرص الصلب الخاص بالحاسوب ليس على هاتف الأندرويد، فقط تذهب تنصب برنامج سيكلينر، تذهب إلى تولز، تذهب إلى درايف وايبر أو وايبر، لا أعلم كيف تنطق، تحدد القرص الذي تريد القيام بالعملية عليه، ثم overwrite، يعني إعادة كتابة البيانات overwrite.
فيري كومبلكس أنه سيقوم بإعادة كتابة البيانات 35 مرة. كل ما كان تخزين يكتب في البيانات مرة أولى ثانية وثالثة ورابعة 35 مرة، وهي أفضل طريقة لكنها تأخذ الكثير من الوقت. يعني طبقتها على حاسوبي أخذت الكثير من الوقت، خاصة مرتبطة بالمساحة الفارغة الموجودة إن صح التعبير على حاسوبك، لأنه فقط سيقوم بتطبيقها على المساحة الفارغة. لذلك كما سبق وقلت خاصة بالنسبة للتطبيق في هاتف الأندرويد القيم بالعملية بعد حذف البيانات، وليس أثناء يعني هناك بيانات تقوم بالعملية ثم تحذف الصور التي تريد حذفها. المهم بالنسبة للسيس كلينر يعني سي كلينر عفوا، تحدد القرص أثر الصلب وتضغط على وين. هذا كل ما في الأمر.